يا الله ضاك وارضى علينا بالرضا يا الله يا الله طلبناك يا ربي كريمة وافتح لنا ابوابك يا الله ارضاك يا الله ارضاك وارضى علينا بالرضا يا الله يا الله طلبناك يا ربي كريمة وافتح لنا ابوابك. صباح الخير، صباح الجمال، صباح الصحة والعافية، صباح البركة، صباح الأمل، صباح النشاط أكيد، ومع إشراقة يوم جديد وتناهيد الصباح الأولى التي تفتح أبواب الحياة برزق وعافية. بكر غبش والندى يبلل أوراق البن اليمني الأصيل ويدعم مدرجاتنا الخضراء الصامدة الشامخة، معلنا بداية يوم حافل بالعمل والكفاح والتفاؤل مع كل نسمة باردة تهب في هذا الصباح. تبعث إليكم بأرق التحايا محملة بعبق التاريخ اليمني الأصيل. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الجمال لكل ربة بيت توجهت الآن إلى المطبخ طبعا، أو حتى إلى الأعمال اليومية اللي بتقوم بها طبعا فيما يخص الريف. أكيد الآن تبدأ تصبح حقها الدجاج، تبدأ تجهز الغنم، تخرجنا الآن إلى المرعى طبعا. لكل ربة بيت أيضا مكافحة في هذه الأرض الطيبة، تتفاقد حقها الزراعة، تتفاقد الحقول، أيضا تصير تسايب وتعبيمة وأشياء كثيرة بتعملها كل ربة بيت. صباح الخير لكل الناس النشيطة الذاهبة لأعمالها، صباح الخير لكل الناس اللي فعلا مستعدة للذهاب لعملها. إذن مشاهدينا الكرام، مع يوم جديد بدأناه معكم، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ومع درجات الحرارة طبعا المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة. وأكيد بنبدأ معكم حالة الطقس طبعا في المرتفعات الجبلية، حيث تشير التوقعات إلى أجواء صحوة غائمة جزئيا ومع فرصة هطول طبعا أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز ريمة، بينما تسود أجواء صحوة بوجه عام خلال ساعات الليل والصباح الباكر. أما في المناطق الساحلية فالأجواء غائمة جزئيا وحارة ورطبة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها. كما تنشط الرياح لتكون معتدلة إلى ناشطة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 22 إلى 34 عقدة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن. أيضا في المناطق الصحراوية تسود أجواء صحوة وحارة إلى معدلة شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى هناك ما بين 40 و 45 درجة مئوية، وكذلك الرياح معتدلة إلى نشطة أحيانا ومثيرة للأتربة والرمال. وتأكيدا أكيد على سلامة الجميع، يوجه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر جملة من التنبيهات والتحذيرات الهامة، منها ينبه الإخوة في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا خلال قبل الظهيرة أو فترة الظهيرة، لأن بتكون شدة الحرارة فيها مرتفعة جدا. وكلنا بنلاحظ حتى في صنعاء من الساعة 11 إلى الساعة تقريبا 4 عصرا درجة الحرارة مرتفعة جدا. كذلك هناك سرعة في الرياح وإحنا بنلاحظها، يعني الرياح بتهب بشكل سريع جدا، ولذلك بننبهكم من الخروج من الأماكن الحارة إلى الأماكن التي بتكون باردة أو شبه باردة أو فيها نوع من الرياح عشان ما تمرضوش، وأكيد سلامتكم وصحتكم تهمنا. أيضا يرجى من مرتادي البحر والصيادين وربابرة السفن أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن. وينبه أيضا أخيرا الإخوة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، ويحذر تماما من التواجد في ممراتها أو محاولة عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. طبعا في بعض المناطق فيها أمطار بشكل طبيعي، وفي بعض المناطق يكون فيها الجحر والقيض كما هو معروف في بعض أماكن اليمن ومناطق اليمن السعيد. إذن فاصل قصير مشاهدينا وراجعين.
يا الله ارضاك وارضى علينا بالرضا يا الله ارضى يا الله طلبناك يا ربي كريمة وافتح لنا ابوابك يا الله ارضاك يا الله ارضاك وارضى علينا بالرضا يا الله الله يا الله طلبناك يا ربي كريمة وافتح لنا ابوابك. يا صباح الخير يا صباح الجمال، رجعنا معكم اكيد بعد هذا الفاصل، واحنا طبعا بنتواصل مع عم عبد الرحمن الحجي اللي دائما بيوافونا باجمل التفاصيل للتقويم الحميري الزراعي. اكيد وما دام احنا بنتكلم عن هذه الاحوال وحاله الطقس فلا يمكن ان احنا ما نتصل لهمش ولا نعرف المعلومات فيما يخص التقويم الزراعي واهم الاعمال الزراعيه خلال هذه الفتره. يا صباح الخير. يا صباح الخير والعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نحيي قناتكم قناة المزارعين، نحن نسميها قناة المزارعين كامل في عموم الوطن، ونحيي المستمعين المزارعين والمستمعين الذين يستمعون إلى المرشدين والأكاديميين والدكاترة والمعنيين في هذه القناة للاستفادة للحصول على إنتاج أفضل وللحصول على خير وفير. فمنكم ومن خلالكم نقرأ لكم التاريخ حق اليوم، والتاريخ اليوم الثلاثاء 23 من شهر ذو الحجة، 23 من قران شهر الواحدة، وسوف تبارن إن شاء الله يوم 27 من الشهر الجاري هذا. أما بالنسبة للشهر الحميري فاليوم 27 منذ مبكر، هذا هو الشهر الحميري. أما الشهر الرومي السرياني فاليوم 27 من أيار، 27 من أيار. أما الشهر الميلادي فاليوم 9 من يونيو، 9 من يونيو. وأما منازل الشمس فاليوم 5 من منزلة الهقعة، من منزلة الهقعة، وهذه منازل الشمس 28 لا يعرفها إلا القليل من المزارعين، وإن شاء الله لابد ما يتعمم في المجموعات وعبر قناتكم لمعرفة المنازل 28 المنزلة من منازل الشمس ومعالم الزراعة والشهر الحميري. طيب أما بالنسبة لمعالم الزراعة فاليوم 1 طلوع الثور، طلوع الثور هذا هو الثور مدته 13 يوم. هذا عادة يتوقفوا بعض المزارعين عن الزراعة ويتوقفوا عن الري لفترة 13 يوم في لكي تحصل على ماعون. احنا قلنا على ماعون، وعلى ان الارض تتبخر وتتجفف من جميع الامراض والطفيليات وتستعد ويجي فيها معلم طلوع الصوم. احنا نقول طلوع الظلم الاول والظلم الثاني، الظلم الاول والظلم الثاني، وهذا يجي من يوم 22/6. هذا الظلم الاول والظلم الثاني هو الفاصل ما بين القي والعقل. اذا جحرت وظلمت ومن مطرت وسلمت فابتالها غنمت، يعني يحصلوا على افضل الانتاج. اما الطالع فجرة فاليوم 5 من التبران، 5 من التبران. طبعا متوسط العشاء فاليوم 1 من العواه. اما السنة الحرمية فاليوم 4 من الإكليل، 4 من الإكليل. اما بالنسبة للبرج فاليوم 18 من برج الجوزاء. اكيد الناس لا زالوا في هذه الاوقات وفي هذا الاسبوع يكونون بحث العطر والبلسن، وبالذات في محافظة الزمار في هيئة البحوث الزراعية مع عدد من الهكتارات. وتم زن امس قطاع وتدشين نقول لهم السراب او نقول جني او نقول جني المحصول الفاصوليا. وهذه هيئة البحوث الزراعية تقوم بجنيها وتقوم بتجهيز
تجفيفها، وبعد ذلك تقوم تغطيها مداري للمزارعين الذين يحتاجون إلى بذور أو صيف، تواجد بذور أو صيف أو نقول احنا ذريع للمزارعين دي يحتاجون منهم. طبعا الفاصوليا هذه مهمة من البقوليات المهمة التي يحتاجها المزارع لتناولها سواء في الصباح أو وجبة الصباح أو وجبة المساء، وكذلك الحدرب، وكذلك البشن، وكذلك البلة، وكذلك الشعير. هذا في بالنسبة للمواسم المطرية، المواسم دي مثل ما على المطر. وسوف الآن يتم تدريب الأرض واستصلاحها إلى الموسم الثاني، وإذا بدأ فصول المطر يتم سلامها المرة الثانية. دي كانت فاصوليا تتم عطر، ودي كانت حاجات تتم بيشن، ودي كانت بيشن تتم فاصوليا، على أساس يتنوع يكون محصول أفضل وأجود. لأنه محصول ولا محصول لابد ما يقعد ودي، ولابد ما تعتراش، ولابد ما ينشرين أمراض. فعندما يكون المحصول جديد يكون ضيف على التربة ويكون محصولها أفضل وإنتاجها أحسن. أما بالنسبة لبعض المناطق يعني الآن الناس بحاجة إلى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نرجع إلى الله بقراءة القرآن، نرجع إلى الله بالمساجد، لمن الله علينا بالخير ومن المثال. لأنه هذا العام المطر خفيف في بعض المناطق قلموا والآن يقوم الزرع ويبس، الناس بحاجة إلى يرجع إلى الله. أيضا بعض المناطق ما قدروا يشيلوه من الجراد، بعض المناطق لا زال يعني ضامر المطر كالتم مالي وخر مالي كالتم جيت والزارع الله. لأن الله قال أن تزرعونه وأن نحن زارعون، فنزرع الله وربي هاي المطر. أما عبد الرحمن، أنتم قلتوا إنه إحنا اليوم طلوع أول الثور، وأول الثور هذا المزارعين معاهم يتوقفوا عن الزراعة، يتوقفوا عن الري، يتوقفوا عن عمليات كثيرة. لا أحيانا بالنسبة للغيول هين هذه المعالم كلها هي ارتبطت ارتباط كامل بالمطر الموسمي، المطر الذي ينزل من السماء، المعتمدين على ضرع السماء. لكن اليوم أصحاب الغيول هم أكيد بالذات في المناطق المخالفة الحرارة مرتفعة، كويستي سقا كل 5 أيام 6 أيام 5 أيام 6 أيام. لكن عندنا بجوز نار أنت ماشي الآن المرتفعات الغربية كاملة من لا سعده هذه ولا نمشي انت 13 يوم ولا نشتي حتى المطر ولا حتى بالغيول. أصحاب الغيول إذا عندنا أصحاب الغيول ما يشقوش في هذا الثور. أول ما يدخل الظل يشقوا، لأن المثل بيقول ما شرب بالظل ملوح، ما شرب بالظل ملوح. والفرق دي بيننا نحن والغيول هو الظل. إذا يصير حصلنا مطرة بالظل مطرتين فإحنا الغي يلوح المحصول سوا، وإذا لم نحصل لابد ما يبقى نفس المحصول بالنسبة التي على موسم الأمطار. ما هو الذي بيحصل مثلا للمحصول؟ هل مثلا بينتهي؟ هل بيمرض؟ ايش اللي بيحصل له؟ عندما يتأخر نزول المطر مع بيجي المطر الوقاية السبولة مع استعداد عنداني العجولة تكبر إلى 2 متر، والشام قالوا ما يزداد العطش يطلع البندة والمشجن يبقى عرضه مثل القلم ما عابش إنتاج كبير. أيضا السبولة تطلع أول ما يبقى مطر تجي شوية وخرجت السبولة وخلينا العنصر يقولنا العنصر ليش؟ لأنه تأخر عليها الري بالوقت المطلوب، بالوقت الذي كانت في أمس الحاجة إليه. نعم، فالمطر حق الظل فائدة كبيرة جدا جدا لكل المزروعات لأنه هذا دحين هذا 13 يوم هي مفصلية. فإذا زرعت 13 يوم في يسكو البن زهر والبن يسكو البن والمطر هذا الماء هذا عندما يستقي أي شجرة أي مزروع تكون من أفضل اشجاره أيام الظل وهي بحاجته ويزداد فيها تكون الأوراق كلها خضراء راسية جدا 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 بزيادة مادة الكلوروفيل مع قوة وحرارة الشمس. جميل. يعني أنا كنت متخيل إنه ما يفعلوش ولا أي حاجة ولا يسقوها ولا يفعلوا لها أي شيء. هو بالنسبة حتى ما يسقوهاش. بالنسبة للمرتفعات المرتفعات والغيول والجبال ما يسقوهاش على الإطلاق. بالنسبة للسقا ما يسقوهاش إلا مثلا الفاصوليا هذه ولا العطر ولا بالسن، لكن الذرة ما يسقوهاش.
الزرع والشم هذا مسؤول. لا يقول ده من يوم 21 من يوم 20 على 6 يسجلوا لا ما يشبع لأنه خلاص لا يسجل. قال عندنا يقول المطر الزرع بنت ليلة، الزرع عندنا يقول لا بنت ليلة يسقيها لا يجي على أسبوع اللي ارتفعت متر ومتر ونص على أسبوع تطر طيارة. ما شاء الله ما شاء الله حقيقة. يعني الزراعة علم وفن على هكذا. شو من بخش الأرض ومن زرع أن هي تعتبر نقدر نقول هي الجرى الزراعية لا تقل لا تقل أهمية عن الجرى العسكرية. لأن الجرى الزراعية عندما يكون المزارع عندهم اهتمام كبير وعندهم توقيت دقيق وعندهم المزارع الكثيرة وعندهم الأرض تم استصلاحها يحصلوا على خيرات كثيرة. الآن الناس بحاجة ماسة إنه يزرعوا أرضهم ويرجعوا إلى الله. كنا من قديم الزمان إذا تأخر علينا ضرب الظلم نخرج نجي المسجد نجتمع نقرأ ياسين ونرحم. وإذا اشتد العطش كنا نكسر بقرة ونشير نرحم 3 أيام نروي على المنطقة 3 أيام وإحنا نرحم ونتضرع إلى الله ونمشي حافين ورؤوسنا بادية ونوصلها إلى أعلى قمة الجبل ونقوم نفتحها تقربا إلى الله كينا نشر من أشقاع الأرض يأكلنا ويمن الله علينا بالأمطار. نعم صحيح. حتى في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينزل علينا الأمطار هناك عادات جميلة جدا متوارثة يعني. نعم كنا متوارثة دائما نرحم بالمسجد نقرأ ياسين بعد صلاة المغرب والعشاء دائما لأن الله قال ادعوني أستجب لكم. صحيح. وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والله سبحانه وتعالى قال اذكروني أذكركم. والله قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. صحيح. والله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله دي دايدين قاجن وما تنجح. الله بس بيجربنا بعين شان يجع إلهي شان ندعي شان يكون عندنا قلوب خاشعة والله عنده كل خير. فإحنا هذه الفترة ما يعني مثل ما ذكرنا 13 يوم هذه لا المطر مش مهم ولا هو ضروري لا بالغير ولا بالعدل. ما يهمنا إلا تنظر في الله وفي علب. جميل. اليوم تعرفنا على شيء جميل جدا فيما يخص طبعا هذا الفترة وهي طلوع الثور انهم ما يسقوش الارض انهم ايضا في عمليات زراعية ثانية ممكن انهم يعملوها. احنا كمزارع مثلا احنا كمزارع والمرتفعات المستوى حتى في قاع جهران من النقل للنقل لا حتى الان يتوقفوا التوقيف الكامل لاي بذور. ما ادري بالنسبه للبذور كيف بيتعاملوا لكن احنا طول ما نعرف انفسنا انه 13 اليوم طلوع الثور هذه نتضرع الى الله ولا نشتي لا مطر ولا نعمل نربط تبقى وفينا وراحه. لا ما يبدا من بعد 21 هذا الايام نقدر نمشي معهم. ما بش عندنا قريه وما فيها ما بش قريه وما فيها نوبه التوعيه موجوده والحمد لله. ما بش منطقه وما فيها نوبه لانه بهذا الايام بيبتلين بالطرود يعني بيبتلين بيزدادين بيتكاثرين فالرقابه على النوب واما ويرعوا الاغنام يعني يعمل خفيفه. اما بالنسبه للعمل الزراعي فالعمل واقف تماما الى وسوف يبدا النشاط المزارعي من يوم 21 من شهر 6 لا 10 هكذا نقول هكذا لا 10 من حراثه سواء من شاقي من زياده التراب نقول له ضروري ونقول له جايب نرد التراب لعض العروق استعدادا لسائل لانه سائل يجيب امطار غزيره. قال انا سائل فانا لشيله بعد سيل بس هذا قال انا عارف فتشرع وهذا الطنب فالشك يا سائل شك وانت يا سائل على يحترم على يجعلنا في المكان ما كذا. والثاني مثل يقول عربها وسهل ربطها والروابع امها واباها. كم امثال وكم اشياء يتغنوا بها المزارعين منذ آلاف السنين في الأنشطة الزراعية. صحيح. إذن شكرا جزيلا لكم طبعا ومن هنا من وتحياتي لضيفكم أبو طالب. هو يعني من المعيب ان احنا نتكلم مع وجود الاكاديميين يعني هو فضل مننا ولا هم اعرف مننا وادرى مننا وفهم مننا فهذا مننا فضل فنلتمس العذر.
الموضوع مش هكذا يا عم عبد الرحمن، انتم دارين ان انتم مكملين لبعض، المهندس والمزارع مكملين لبعض في الجبهه الزراعيه. نعم مكمل، لكنهم اكاديميين نعرف مننا وادري مننا ولهم خبره. وانتم معاكم الخبره، وانتم معاكم الخبره. لكننا نتفيضل لا يكون، ولكننا نغلط ولا نتفيضل فيكم نقول هكذا. الله يعطيكم الصحه والعافيه وشكرا جزيلا لكم. طبعا احنا يعني نقدركم ونعطيكم اجمل تحيه محمله بالود والاحترام والتقدير لكم عم عبد الرحمن الحجي من محافظه دمار الابيه، التاريخ والزراعه والخير اكيد. وهذا التقويم الذي خط اجدادنا طبعا منذ الاف السنين ليس مجرد حساب للايام يعني، بل هو هندسه كونيه فريده. انتم بتتكلموا على شيء منذ الاف السنين وماشيين عليه، وهو تقويم الحميري، وما شاء الله الله يعطيكم الصحه والعافيه. نعم تقويم او ايضا لا ننسى معنا كتب من آلاف السنين، لا ننسى ان الشمس التقويم الشمسي والنجوم هذه مرتبطه مع ارتباط وثيق وارتباط كامل، وعلى بكل قوله وبكل جبل بكل منطقه بكل مكان كل قريه، ما فيش قريه وما معهم معلم زراعي ما معهم خبراء زراعيين بيعلموا الناس ما على الناس اللي يسالوا الاولين. الله صحيح. فذلك احنا لما بنتكلم عن الموروث هذا العظيم طبعا والتقويم الحميري الذي آلاف السنين ولا زلتم بتتعاملوا معه وفي دقيق جدا ومميز وفريد من نوعه، وعاد انتم بتقولوا ما مش معاكم خبره ولا معاكم ايام انتم الموسوعه حقنا. الله يديلكم الصحه والعافيه. الحديث الان في مدخلات في اشياء قد ربما مثلا افهم في منطقتي ولا افهم مثلا في المناطق الداخليه في حضرموت في مثلا الصحراء مثل الجو مثلانك يعني الادم يعني لابد من دخول في المعلومات لعدم المطالعه، ما نقول عن لعدم المطالعه، لكن ان شاء الله في المستقبل لابد ما نطالع كل ما تقوم به اليمن، لانه هذا ضروري ثقافه زراعيه تثقف واحد. احنا عارفين انه في السواحل الان نعم انه في الاماكن الصحراويه والساحليه متوقفه الزراعه تماما بسبب شده الحراره وارتفاع درجات الحراره وما فيش امطار. فلذلك لما نتكلم على التقويم ونخصص مثلا المناطق الجبليه فاحنا عاد احنا بنزرع. هم قد كملوا حصدوا وكملوا حقهم الفتره، والان هم في مرحله السبوت الذي كنا احنا فيها، او السبات الذي احنا كنا فيها في فتره الشتاء. نعم. وهذا التنوع الجغرافي سبحان الله الذي ميز هذا الارض الطيبه، اعطاها كل هذا التنوع الذي احنا بنشاهده من فواكه ومن خضروات ومن جمال مستمر طول السنه. اللهم لك الحمد. اليمن اليمن حامل الان اعرف ان الله سبحانه وتعالى اقسم بالتين والزيتون والتورجين. الان شيء البلد التين عندنا بدا البلد التين الشوكي، وبعدين الحين بعدها البلد العربي يبدا في الظلم الاول والظلم الثاني وفي علم. اما في ثلج وقع طعمه متغير تماما ويقع ثالج ما يقعش هذه ويدين البلد. افضل موسم للبلد الذي ذكر ان الله بالقران في الظلم الاول والظلم الثاني وعلب والنشال يتغير سبحان الله العظيم. فواقد حتى للفواكه. صحيح صحيح. هذا هو. اذا شكرا جزيلا لكم، ربي يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا جزيلا لكم استاذ عبد الرحمن الحجي من محافظه دمار على كل المعلومات القيمه اللي بتقدموها لنا يوميا. شكرا لكم ولكل المزارعين والمشاهدين. إذن أكيد مشاهدينا اليوم تعرفنا على معلومات كثير جدا فيما يخص طبعا طلوع الثور. تحياتنا طبعا للأستاذ عبد الرحمن الحجي، وفاصل قصير ونواصل. ارضاك يا الله ارضاك وارضى علينا بالرضا يا الله يا الله طلبناك يا ربي كريمة وافتح لنا ابوابك يا الله ارضاك يا الله ارضاك وارضى علينا بالرضا يا الله يا الله طلبناك يا ربي كريمة وافتح لنا ابوابك. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أكيد الأرض اليمنية خيرة ومعطاء لا تتوقف عن الدهشة
وفي هذا التوقيت بالذات طبعا ونحن نمر بفترة الجحر، تلك الفترة الفاصلة والحاسبة في حسابنا الزراعي الحميري، تتجه عيوننا وقلوبنا وأيدي مزارعينا نحو أهم المحاصيل التي تجود بها جيعاننا ومدرجاتنا، مثل التفاح والعنب والرمان. طبعا تقريبا في الأسواق الآن الفرسك، البرقوق بأشكالها الجميلة جدا، التفاح مثل ما قلنا. أيضا هذه المحاصيل هي ليست مجرد ثمار، بل هي هوية واقتصاد وتاريخ يزرع، ولأننا أكيد على أبواب موسم الحصاد والتسويق، فإن الخطوات الإرشادية في هذه المرحلة أكيد هي التي بتحدد معالم الربح والخسارة للمزارع اليمني المكافح. وما دام احنا بنتكلم عن هذا الشكل يعني في فقرة المرشد الزراعي، أكيد هذا من الأهمية انه يكون معنا مرشد الزراعي الطبيب ومهندس البيئة جنبا إلى جنب مع المزارع الذي بيمتلك الخبرة أبا عن جد. أيضا يسعدنا في هذا الفقرة ويشرفنا أن احنا نستضيف المهندس محمد أبو طالب، استشاري إرشاد، طبعا أنه هو قريب أيضا قريب من الأرض ومن مشاكل المزارعين، طبعا الخبير والاستشاري المعروف، ليضع معنا النقاط على الحروف حول الاحتياجات الإرشادية والتسويقية لهذا المحاصيل في فترة الجحر. صباح الخير. صباح الخير والعافية. طبعا انتم سمعتوا عم عبد الرحمن، وبيقولوا انهم يعني كانهم لا يمتلكون هذه الخبره كمزارعين فيما يخص طبعا المعالم الزراعيه، وكل واحد عنده الخبره الكافيه في حقها الارض. لان المزارع هو مصدر المعلومه. صحيح. المزارع اللي بيتعامل مباشره نعم. مع الارض. اي بحوث، اي دراسات، اي علوم، اذا لم تستقي من المصدر الاساسي المزارع وخبره المزارع، نعم، يكون فيها نوع من التيه، لانها حضارة وتراث متراكم لآلاف السنين. صحيح. نعم. وهم بيتكلموا عن التقويم الحميري ومتميزين جدا في كل المحافظات. احنا طبعا ايضا بنوجه تحيه للاستاذ حسن هباء الزبيدي طبعا من تهامه، اللي دائما هم بيتواصل بهم وبيدوا لنا المعالم الخاصه بتلك المنطقه، المناطق الساحليه، وايش العمل اللي بيقوموا بها خلال هذا الفتره، وهم منشغلين هذا الفتره، وكنا نتمنى انهم يكونوا معنا لكن اعتذروا لنا، فاحنا بنتواصل مع الاستاذ عبد الرحمن لانه ما شاء الله عندهم معلومات وخبره زراعيه كبيره. ان شاء الله. نعم. مثل ما تفضلتوا باشمهندس، انهم ايش بيعملوا؟ هم مباشره مع الارض بيتعاملوا معها، بيجرب وبيشتغل في الارض وبيعمل كل شيء. خبرات متراكمه، تجربه صحيح. في تجربه، بحث، عمل في عمل، يمتلك كم كبير جدا من الخبرات المتراكمه الذي اساسا مصدر الدراسات، مصدر بحوث، مصدر صحيح. كل تقنيات جديدة يجب أن تنبع من هنا. صحيح. نعم. ما شاء الله عندهم خبرة كافية في كل شيء. لما نجي نسأل المزارعين ما هو هذا اللي بيعملوا، يقولوا عشان كذا وعشان كذا. حتى على مستوى احنا في فترة الجحر هذا والحمى والحر الشديد هذا، احنا بنضايق احنا من الحمى وبنطفح وزيد لا خرجنا لا ريحة كذا واصطرعنا ومرضنا. فكيف بهذا الشجرة؟ كل شيء يعني لما خلق له. صحيح. صحيح. العصافر هذا شفتي في الشتاء، شدة الشتاء تنام فوق الأشجار. صحيح. وقدر حجمها وصغرها إلا أن تقاوم الشتاء أكثر مننا. ولهذا كل ضعف لطف الله عز وجل. اي والله صحيح. نعم، هدى كل شيء لما خلقه له الله عز وجل. صحيح. إذا نتكلم على الأسواق والفواكه التي مثل الدرر هكذا والعقيق، واحنا بنلاحظها في الاسواق. اكثر شيء لفت انتباهي البرقوق وحجمها الجميل هذا. ايضا شاهدنا التفاح، شاهد باقي في السوق. الان انا شفت بعض المحلات قد فيها عنب ولو كذا عدو حامض. ايضا الحبحب هذا ما شاء الله على مدار السنه، او البطيخ، الشمام، شاهدنا العنب الذي هو البابايا. صحيح. وايضا شاهدنا كثير من هذا السوق غني بكل انواع الفواكه الحمد لله، كلها فواكه باسعار رخيصه يعني، وكلها فواكه محليه منتجه داخل هذا البلد الطيب. وكويس حين تكون هذه الحلقه مركزه على 3 محاصيل اللي نقول التفاح وبدا يغزي السوق. صحيح. وبعدها العنب الان يبدا يدخل السوق في شهر 7، وفي اصناف مبكره تجي خاصه حق الجوف، لان درجه الحراره ترتفع اكثر قليلا عن هنا في عجل، وما بش الضريبه اللي
يسقى قبل زمان. وكذلك الرمان كلها ثمار طيبة من بلد طيب، صحيح. تبدأ تدخل السوق وتغطي احتياجات الناس، ولكن نحتاج لها بعض التوصيات، صحيح. بعض الإرشادات، لأن نتيجة الحر هذا الشديد وخوف المزارع وانشغاله لا يتأثر المحصول، فبعض الإرشادات ممكن نعطيها لهم إن شاء الله تعالى، أن يكون الموسم جيد كما كان العام الماضي. هنينا في كل الأنواع، هنينا في العنب، هنينا في التفاح، هنينا في الرمان، وهذا من الفواكه الرائدة أو القمة ممكن نغزي بها العالم. صحيح، مميزة جدا. نعم، صحيح. بجودتها ومذاقها وأيضا في معانا الذي سبقتها البن والعسل واللوز فكلها ثمار طيبة إن شاء الله. ولكن يكون في هذه الحلقة التركيز على هذه المحاصيل الرئيسية اللي تبدأ تغزو السوق على المزارع، بوجود هذا درجة الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة كيف يتعامل. وإحنا في معظم المعلومات ذكرناها سابقا، بس سنركز في هذه الحلقة على بعض المعلومات التي بشكل علمي أيضا. أيوة، يركز عليها المزارع. طبعا الري احنا في أكثر من حلقة نتكلم عنه. نقول في الصيف نزيد الري. نعم، الصيف نقلل كمية الري ونقارب نقلل كمية الري، يعني ما ننهرش الغمر. أيوة، ونقلل فترات، لأن النبات يصاب بالإجهاد نتيجة الحرارة العالية، فعندما تعطيه كمية كبيرة قد تسبب له صدمة، تأثر الجذور في التنفس، يحصل له ضمور ويفاجئ المزارع. ولكن لو ما نقول كميات مياه معقولة، ري معقول، وفي فترات متقاربة، ويجب أن تكون في أوقات هدوء، منخفاض درجة الحرارة، الصباح بدري أو المغرب، هذا أفضل أوقات. ولكن نتيجة انشداد الحرارة، لو قلنا على التفاح اشتداد درجة الحرارة، يجب على المزارع أن يركز على الحد من لفحة الشمس، لأن تكون الثمار معرضة للشمس المباشرة فتسبب لها لفحة، يعني احتراق في بعض الجهات من الثمرة. هذا الاحتراق قد يؤثر على عملية التسويق، وخاصة الآن معظم الأصناف اللي تدخل السوق من التفاح هو صنف الأنة، كبير الحجم، صحيح، رقيق القشرة، صحيح، نعم، يتأثر بأي وحامض شوية، أيوة، يتأثر بأي دكمات، فيكون حساس أكثر. ولهذا أشعة الشمس تأثر عليه. عملية الجني والقطف يجب أن تكون في أوقات البرودة، وتكون في اشتداد الحرارة الصباح بدري، نعم، وفي هدوء، وطرح الثمار بهدوء، وعدم تراكمها بكمية كبيرة، لأن هذا التراكم والكمية كما قلنا الصنف أن قشرة الرقيقة يتأثر بساعة بأي دكمات، وهذا يؤدي إلى التأثير في السوق. يعني يبدأ النبات يتأثر عند التاجر التجزئة ويبيعهم بسعر بخس ويعفن بسرعة. أيوة، سبب أولا المعاملة السيئة، فائدة الحلال. طيب أنا شو أعرف هنا أنت قلت هو الآن يعني في الأسواق في السوق ممكن بعد أسبوعين هكذا نشوف أنواع متعددة من التفاح. أنا قصدي غير نوع واحد. وعندنا الآن الرئيسية موجودة صنفين، الرئيسي الأساسي صنف أن اللي تلائم مع محافظة صعدة، لأن صعدة هي الأم الأساس في إنتاج التفاح الآن الأولى في اليمن، والمحافظة الباقية كميات بسيطة تساهم صنعاء بعدها بكميات بسيطة. لكن الصنف الذي تلائم مع صعدة صنف أن، والآن تم إدخال مكتب الزراعة في صعدة نشيط حقيقة، تحرك، والآن أدخل صنف جديد اللي يسمى الصنف السكري بكميات كبيرة، وبدأ ينشر عند المزارعين وبدأ يثمر عند بعض المزارعين. لكن لو نجي نقارن بالتفاح مثلا الخارجي واليمني له لذة ومذاق مختلفة، متهزمة، نعم، ولو محمض شوية لكن يستسهل. سبحان الله. التفاح تقريبا أكثر من 100 صنف موجود. الله، أكثر من 100 صنف. أنا قصدي إنه واحد. بس ولا الأخضر هذا إحنا نعرفه. من ضمنها أيضا الصنف الأخضر،
يعني لو تشوفي في كل بلد كانت أصناف تطلع. فعندما أدخل اليمن ادخلت تقريبا 30 صنف، لكن أكثر تلاؤما ومع البيئة كان الصنف الناء، والآن تم تعميم صنف السكري، وفي عين شامير في ألوان أصفر وأخضر بس أحمر. أيضا يتميز التفاح في اليمن أنه يعطي غير العالم، يعطي موسمين. يعني المزارع اليمني تعامل وجرب واختبر واخرج لنا موجتين أو مرحلتين من الثمار. يعني التفاح في العالم يثمر مرة واحدة في العالم، عندنا يثمر مرتين، الإثمار الصيفي والشتوي. والإثمار الشتوي أكثر تحمل للمعاملات والقطف من الصنف الصيفي، من الإنتاج الصيفي. صحيح، وفجأة يختفي من السوق. أيوه، يتأثر بساعة الصيف، وهذاك يتحمل وممكن يظل مع تاجر تجزئة أطول فترة ممكنة، قد تصل إلى شهرين. فيجب على المزارع أن يحترس. الآن التفاح بدأ يدخل السوق، يجب أن يحترس، يحمي من ضربات الشمس، يحمي. الآن معظم الثمار أشجار محملة بحمل مش طبيعي، يعني الفر متحمل كميات كبيرة، لأن عندنا ثقافة عند المزارع حقنا لا يقوم بعملية الخف. يعني الفر تحمل كمية كبيرة من الثمار، فالمفروض أن الأصغر يقوم بإزالتها حتى تتمكن البقية من الحصول على أكبر حجم وأفضل جودة. يعني ممكن نقول هنا إذا كان الغصن الواحد مثلا فيه 10 حبات، ما في بعض فرع 100 حبة. شوفي ما شاء الله، يعني فرع كامل. ويجب على المزارع أن يعمل الحماية إنه يزيل أيوة، ولا كل ما كبرت حجم الثمرة يسبب كسر الفرع ويحرم حقها المحصول. الله ما خلقش شيء عبث في هذه الدنيا. يعني حتى على مستوى التفاح، يعني الذي كبير والذي قادر انها تستمر بتستمر، والصغيره لازم احنا يعني نضحي، كان احنا عمليه تضحيه الصغيره من اجل الكبيره اللي خلاص متمكنه في الغصن. سبحان الله. اذا قلنا عندنا الري يهتم به، حمايه الثمار فترات متقاربه بكميات قليله، بكميات معقوله، يعني ماشي غمر الدنيا حسب نوع التربه. يعني في تربه تجي طينيه ثقيله يقلل، تربه سلتيه او خفيفه يزيد الماء، لان يحصل له عمليه رش وعمليه ضغط. وايضا عندنا يهتم بحمايه الثمار من ضربه الشمس. كيف يفعل؟ كيف يسوي هذا مثلا؟ يعمل عمليه التظليل. بتصير بعض المزارع يفعل فرع اوراق يحرفه على الثمار على اساس تقل اشعه الشمس المباشره والمركزه. ايضا يجب ان يهتم بالتسميد البوتاسي خلال هذا الفتره، في هذا الخطر المتوازن البوتاسي، لان البوتاسي يعطي الذوق للثمره، زياده الحلاوه وظهور اللون. لما تشوفي حقنا الثمار التفاح خاصه صنف الناء لا يحمر كامل، صحيح، نص ونص. ايوه، نتيجه بيئيه وغذائيه. يعني بيئيا نتيجه في المرحله الاولى من نمو الثمره تحصل عمليه الغيوم والامطار والهذا، فتقل الاضاءه اللي يحتاجها الثمره للتلون، فيظل اللون الاخضر غالب على الاحمر. تجي اشعه الشمس الصيف هذا تعطي اللون الاحمر من الجهه المقابله لاشعه الشمس، ولكن اذا تركزت فتعمل لنا ضربه شمس. ايضا قلنا يهتم. ايوه، النقطه الرابعه يهتم لنا بعمليه التسميد المتوازن البوتاسي. الكالسيوم يركز على البوتاسيوم على صحة من نفسه. هل يفعل المزارع هذا الشيء ولا لا، المزارع هو يعرف ان السماد البوتاسي يعني مسؤول عن الذوق والطعم حق الثمره، لانه يعمل عمليه تركيز السكريات في الثمره، وفي نفس اللون يدفع الثمره الى التلون، اعطاها اللون حقها، فيساعد المزارع انه في جوده الثمره. ايضا لا ينسى انه يركز على الاصابات الحشريه التي تصيب المحصول حقه مع اشتداد الحراره. احيانا يقع مخزق، لان الان تجي ايش؟ المن، التربس، العناكب، وايضا التفاح يهاجم حب فار الساق. ما يدري المزارع لو كذا ولا هذا
يجب التفقيد الدوري المتجارب مع ملاحظة هذه الإصابات والقضاء عليه بدري مبكرا حتى لا تكلفه أي تكاليف. بإزالة الإصابات يدويا، ما يحتاج حتى يستخدم. بس المشكلة هنا ما يرجو منش في قاعة أنجيلها لأن هذا الأشياء مهمة جدا عشان الإصابة ما تنتشر. أي ثمار تتساقط يجب التخلص منها مباشرة. الفروع المصابة إصابة قوية يجب التخلص منها من ضمن التقليم، وأيضا يزيل السرطانات. في نموات الآن مع الحرارة تطلع نموات سرطانية كثيفة. المزارع إذا تركها هي على حساب الشجرة وعلى حساب الثمرة، لأن السرطانات تعمل عمليات نمو شره، تسحب عناصر غذائية بقوة، تسحب الرطوبة بقوة، تنافس الشجرة الأم بشكل قوي جدا، تضعف حتى من نموها وتحد من الثمرة. هذا إرشادات زراعية وتسويقية يجب على المزارع الأخذ بها والاهتمام بها بالنسبة محصول التفاح. كيف نتخلص من الثمار التي سقطت إلى الأرض والأغصان التي هي مريضة مثلا؟ هل نديها للغنم يأكلنهن مثلا؟ هو مثلا يعني نفترض انه يقول بدل ما ارجمهن ادينا حق الغنم ده مع الغنم. لو انا من وجهه نظري سهل، بس علميا يقول يتلفن، لان احنا نخاف ان الحيوان ياكله وتخرج مع المخلفات من جديد الاصابه، وحاجه مطوره بعدين. هذا حاجه مطوره، لكن هو اذا كانت الاصابه كبيره جدا في الثمره، يعني عدى مرحله ثلث أو إلى نصف الثمرة، فيجب أن يتخلص منها بالحرق أو الدفن. أما إذا كانت الإصابة أقل من هذا فممكن يستخدمها شراب، يغليها كشراب هذا، أو يعطيها الحيوانات للتغذية عليها، أو تحويلها إلى سماد مع الأوراق المتساقطة تحت الأشجار. أيضا يحرص على أنه تحت الأشجار يغطيها بالقش أو الأشجار أو هذا الحشائش، هذا على أساس تخف عملية شدة الحرارة على التربة وعلى جذع النبات فيساعد. طبعا هذه المعلومات هي قد تعمم على المحاصيل الأربعة هذا، لأن احنا بعدها نذكر بعض الفروق البسيطة في العنب وفي هذا. فعلا. طيب إذا تكلمنا على، احنا قلنا التفاح المحلي وتكلمنا على التوصية العاجلة فيما يتعلق طبعا بالري ومكافحة الآفات لضمان سلامة القشر واللب. وهذا أكيد شيء مهم جدا. اهتمام في التسويق. صحيح. يعني القطف والتعبئة يجب أن تكون هادئة بلطف، لأن ثمرة صنف أن القشر حقها هشة، ونتيجة الحرارة الموجودة تساعد على سرعة تحلل أو تهشم الثمرة، ولهذا يجب أن يعتني المزارع من بداية القطف. مجرد ما تطرح في مكان ظليل وبارد ثم يرصها في عبوات صغيرة، لا يرصها في عبوات 20 كيلو ولا أكثر، لا، يعني 3 كيلو 2 كيلو على أساس تتناسب مع تحمل الثمرة، ويدخل السوق تظهر بمظهرها اللائق وجذاب للمشتري. أنا عندما أدخل السوق وأشوف الثمرة بهذا الجودة ومحمية قشرتها مهما كان سعرها عاد أشتريها. صحيح. لكن لو جيت وهي مهشمة مجرد ما أقلبها وهذا قدو بني وهذا قدو مفطر، ما فائدة إنه يعبيها في عبوات كبيرة. إيش الفائدة؟ وخصوصا إنه يعني منتج حساس. نعم، منتج حساس. أقل دكمة ويعفن بسرعة. ثمار الفاكهة المدللة. يا سلام. يعني الشجرة تحتاج إلى تدليل وعناية وعملية دقيقة، كذلك الثمرة من الجني إلى الاستهلاك. طبعا احنا اخترنا بس محصول واحد اللي هو التفاح تكلمنا عنه، وان شاء الله بد ما يكون معنا لقاءات اخرى معكم نتكلم عن العنب ما دام قدو موسمه، ونتكلم على الرمان. وانا واثقه بان اسواقنا المحليه فيها من الفواكه ومن الثمار مثل ما بنشوف باسعار زي دي يقدر الواحد يشتريها. وانا دائما بنقول يتمتع بالفواكه هذا حق الصيف او الخريف او اي موسم، مش ضروري ما بلا يشتري 2-3 كيلو. حتى يقدر انه مثلا يشتري مضي شويه نص كيلو. صحيح. نعم كان نشتري قبل العيد 4 أنواع ب2000 قرش، 4 أنواع ناكلها اسبوع. صحيح. واحنا في نعمه. نعم الحمد لله، الخير عم في البلاد والبركه ان شاء الله تعالى تحل على البلد هذا، والاكتفاء الذاتي قريب باذن الله تعالى، وبدء التصدير.
من كل الشكر جزيل تواجدكم معي ضيفي الكريم المهندس محمد أبو طاد استشاري إرشاد على كل المعلومات القيمة الذي قدمتوها لنا، ولو ما قد حكينا إلا على محصول واحد. لابد ما يكون لنا لقاءات أخرى معكم إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير. في البداية دخلنا في عمق ونسينا ما نقول للمشاهدين والمشاهدات ولكم في قناة ريف اليمن الطيبة كل عام وأنتم بخير، وعادها الله علينا وعليكم بالخير والبركة واليوم إن شاء الله تعالى، وشكرا. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا، طبعا ما دام احنا قد وصلنا لختام هذه الفقرة، نقول إن هذا الأرض طيبة ومعطاء وخيرة، والذي يشتي يذوق حلاوة ثمار هذا الأرض الطيبة أكيد وبيشمر ساعده وبينزل في الأرض حقه يشتغل ويجتهد عشان ايش يعمل بعدها في الأخير يثمن الله تعبه. ما فيش داعي ان احنا نفعل هذا الخدع والمخدعة حق بعض المزارعين. ما بقولش الكل الذي مثلا إذا محصول مثلا إصابات يقوم يرجمها لنا الجربة حق جاره. انتبهوا واتقوا الله في أنفسكم. هي ما عاد عشان الإصابة بس عندك واحد ولا عنده، تعم الكل وبعدها يحصل لنا مشاكل احنا في غنى عنها. أنا ما بنعممش، بنقول البعض. فلذلك اتقوا الله، وأنا أشكركم جزيلا لحسن إصغائكم ومتابعتكم لنا. نلتقي إن شاء الله في حلقة الغد في أمان الله. يا الله ارضاك وارضى علينا بالرضا. يا الله يا الله طلبناك يا ربي كريمة وافتح لنا ابوابك. يا الله ارضاك يا الله ارضاك وارضى علينا بالرضا. يا الله يا الله طلبناك يا ربي كريمة